دخلت فصل لقيت فيه 8 خدام وأنا التاسع. قيمتي ملهاش أي علاقة بنوع الخدمة اللي باخدمها، أنا نازل أنا هاغيّر الكون أنا هاكسر الدنيا. أوي. أهلًا بيكم في الحلقة التانية من سلسلة خادم مش خادم ما وراء أكسودوس. معانا دلوقتي مستر بشوي صبري HR مانجر وأمين العام الخدمة في كنيسة ملك جرجس منزلة التحرير. بنرحب بيك يا مستر. برحب بيك، شكرا. عامل إيه؟ ندخل في الأسئلة نخش في والّا الموضوع. ندخل في الأسئلة؟ أول سؤال بيجي في بعض الشباب وإحساسهم برضه وشعورهم إن إعداد خدام عاملة زي الثانوية العامة، اللي هي النتيجة، اللي بيجيب نتيجة عالية بيدخل تربية كنسية، واللي بيجيب نتيجة قليلة بيدخل خدمات متخصصة. يعني حاسين كده اللي هو بالتنسيق والكليات، يعني حضرتك عارف الجو ده، اللي بيجيب درجة عالية كلية قمة واللي بيجيب درجة قليلة كليات تانية. حضرتك ردك إيه على الشعور ده والإحساس ده؟ طيب خليني قبل ما أجاوب على السؤال دوت، خليني أرجع خطوة لورا، وعاوز أقول على كلمة صغيرة قوي قالها البابا شنودة في كتابه اللي اتكلم فيه عن الخدمة. بيعرف فيها الخدمة، بيقول حاجة جميلة جدا. بيقول إن الخدمة هي نتيجة طبيعية لشيء أعظم من الخدمة، هي المحبة. الخدمة هي نتيجة طبيعية لشيء أعظم من الخدمة، هي المحبة. وإن خلت الخدمة من المحبة أصبحت عمل روتيني أو نشاط ملوش أي معنى. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية اللي عاوزين نوضحها إن الخدمة هي دعوة من ربنا. نتيجة محبتي لربنا ونتيجة إن أنا ماشي في طريق مع ربنا وإن أنا بحبه قوي، ابتديت أحس إن في دعوة بالنسبة لي، ربنا بيدعوني إن أنا أخدم في المكان ده. ربنا عاوزني أنزل أخدم ولاده في الحتة ديت. اللي بيحب بيعمل أي حاجة، اللي بيحب بيعمل أي حاجة. اللي بيشعر إن ربنا داعيه فعلا هو بيبقى عنده استعداد إن هو ينزل في أي مكان. عشان كده السؤال اللي محتاجين إن احنا نسأله لنفسينا، هو أنا اللي نزلني الخدمة هي فعلا إرادة ربنا اللي عاوزني أكون موجود في المكان دوت، ولا ده مجرد عمل بشري اسمه توزيع الخدمة ابتدت الناس إن هي تعمله في وقت معين ونزلتني في المكان ده؟ بيبقى شعور صعب قوي لما أحس إن أصل هم وزعوني في مكان بس المكان ده أنا مش حابه. لكن الشعور الحقيقي إن ربنا عاوزني أكون موجود في المكان ده علشان أخدم ولاده. دي حاجة. الحاجة التانية وهي إن كتير قوي، مش بس الناس اللي لسه نازلة خدمة، لكن كتير قوي من الشباب ومن الخدام بيفكروا فيها، هو إن أنا بربط قيمتي بنوع الخدمة اللي بخدمها. وحقيقة ده كلام مش صح خالص. قيمتي ملهاش أي علاقة بنوع الخدمة اللي بخدمها، لأن في الخدمة زي ما أنت قلت كده في البداية، العقلية اللي إحنا بنفكر فيها إن إحنا في ثانوية عامة، فاللي هيجيب مجموع كبير هينزل خدمة كبيرة، اللي هيجيب مجموع صغير فينزل خدمة صغيرة. لكن في الحقيقة الخدمة عند ربنا هي بعيدة كل البعد عن التفكير البشري دوت. ممكن تبقى في حاجات صغيرة جدا، حاجات صغيرة قوي أنا بعملها، لكن عند ربنا هي باينة وليها تأثير كبير قوي. احنا دايما بنكون شايفين الخادم الواعظ اللي واقف بيتكلم، اللي ماسك مايك، اللي الناس كلها منبهرة بيه، لكن الخدمة ما فيهاش تايتل، الخدمة ما فيهاش شكل. لو أنا فرحت ولد صغير قوي بحاجة النهاردة ومحدش أخد باله بيها، فدي تبقى حاجة كبيرة جدا عند ربنا. الخدمة عمرها ما كانت محدودة في مكان أو تحت نشاط. لكن لو أنا بحب ربنا، الحتة اللي احنا بدأنا بيها، ولو أنا شاعر إن دي دعوة ربنا بعتها لي، ففي الوقت دوت أي تصرف بيطلع مني تلقائي هو خدمة. يعني في شغلي بكون بخدم، في دراستي بكون بخدم، في بيتي بكون بخدم. أي حاجة بعملها في حياتي هي تعبير عن حب صادق لربنا وتعبير عن محبتي ليه. يعني الخدمة روح مش وظيفة. الخدمة روح مش وظيفة، والخدمة لا تحدد مكان، والخدمة لا تحدد أشخاص، والخدمة كمان لا تحد بحاجة معينة أكون بقدمها في وقت معين. أنت خادم في الكنيسة، أنت خادم في بيتك، أنت خادم في شغلك، أنت خادم في الجامعة، أنت خادم في أي مكان.
أنت جواك روح ربنا بتحبه، وكل أفعالك وتصرفاتك اللي بتطلع طالعة نابعة من المنطلق دوت. فأنا مش محتاج إن الناس تقول عليا إن أنا خادم. زي ما إحنا بدأت الحلقة وقلت سلسلة خادم مش خادم. أنا مش لازم أكون خريج من إعداد خدام ومعايا شهادة علشان أقدر أكون خادم. أنا ممكن أكون خادم في بيتي ويرى الناس أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. مش محتاج إن أنا يكون معايا شهادات أو كورسات عالية قوي، ولو إن دي حاجة مهمة دلوقتي إن إحنا نكون بنتعلم ونطور من نفسينا. لكن ربنا في النهاية بيبص أنت بتخدمني خدمة حقيقية ولا لأ؟ أمانتك في الخدمة هي أمانة حقيقية ولا لأ؟ حضرتك فعلا صححت مفهوم ان الخدمة روح مش وظيفة. يعني كنا فعلا عايزين نبين مفهوم الخدمة الصح. طب سؤالي، يعني السؤال اللي بيجي في الناس كتير وشباب كتير لما الخادم ينزل التربية الكنسية، يعني خلاص هو نزل التربية الكنسية بيلاقي نفسه اتوزع أعمال إدارية. يعني مش اللي جه في دماغه، هو افتكر إن هو هيدخل فصل هيقول كلمة للولاد، سواء كان إيه السن. لا قالوا له لا أنت أعمال إدارية. فهو بيحس كده إن هو طب هو أنا قليل؟ طب هو أنا عديم الكفاءة؟ يعني اشمعنى اللي دخلوا الفصول؟ الشعور ده إيه يعني؟ تعليقك على الشعور ده إيه؟ طيب خليني قبل ما أجاوب برضه على السؤال ده أقرأ معاك آيتين من رسالة القديس بولس لأهل روميا الإصحاح 12 من عدد 4 لعدد 6. القديس بولس بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا الجسد واحد لكن في أعضاء كتيرة مختلفة. العين بتشوف، اللسان بيتكلم، الإيد بتتحرك، ومحدش يقدر يقول لعضو من الأعضاء إن أنت ملكش لازمة أو إن أنت مبتعملش حاجة. لكن كل عضو من الأعضاء ديت هو ليه قيمة وهو ليه لازمة وهو ليه فايدة. وأنا عاوز أقولك على حاجة، أنا ما افتكرش إن أنا وأنا صغير طلعت مؤتمر وفاكر اسم المؤتمر ده. ما افتكرش إن أنا حد من الخدام جه وعظنا وعظة نارية وأنا فاكر الوعظة دي لحد دلوقتي. لكن أنا ما زلت لحد دلوقتي فاكر الخادم اللي وأنا تعبان، اللي وأنا في أزمة هو جه خبط على بابي وفعلا عزاني وحسيت إن المسيح جه زارني. فإحنا أوقات بنشعر زي ما أنت قلت إن أنا مش بعمل حاجة، في خدام كتير قوي في الفصل وأنا مش بعمل حاجة، إن أنا دوري دور إداري. لكن عاوز أقولك إن لو أنا النهاردة فرحت ولد، لو أنا النهاردة ابتسمت في وش ولد صغير، لو أنا النهاردة طبطبت على واحد، لو أنا النهاردة كلمت ولد في التليفون وقلت له أنا مستنيك الجمعة الجاية وهو فرح، هل دي عند ربنا خدمة وهتفرح قلب ربنا ولا لأ؟ إحنا محتاجين إن إحنا نفرح بالخدمة اللي ربنا بيديها لنا، لأن زي ما إحنا قلنا في الأول الخدمة هي حب من القلب، والخدمة هي دعوة من ربنا. لو أنا مقتنع من جوايا إن دي دعوة ربنا ليا، أنا هخدم وأنا فرحان وهعمل أي حاجة في إطار إن أنا أكون بفرح ولاد ربنا، لأن أنا فعلا حاسس إن دي رسالتي. يعني حضرتك أبسط حاجة بعملها في الخدمة دي ممكن النتيجة بتاعتها تكون كبيرة، حتى ابتسامة. تأثيري الحقيقي في الخدمة في إن أنا أكون حقيقي، مش إن أنا أكون خادم مزيف، مش إن أنا أكون بدخل الكنيسة وأنا ماسك الإنجيل وبحضر كلمتين بقف أقولهم والناس بتسقف لي، لكن أنا حياتي الحقيقية هي حاجة تانية خالص. تأثيري الحقيقي إن أكون خادم حقيقي فعلا. لما أتكلم كلمة لولادي أكون أنا بجاهد فيها، لما ابتسم ابتسامة تكون الابتسامة دي خارجة من قلبي، لما أبص الواحد وأعزيه في محنة أو في تعب تكون التعزية ديت هو فعلا شعور خارج من جوايا. خادم حقيقي مش مجرد إن يكون الشخص دوت هو واحد بيأدي دور هو المفروض إن هو يعمله. يعني مش حافظ الدول، لا هو حاسس ان ابسط حاجه بيعملها ده ليه تاثير. حتى بالظبط. لو انا دخلت فصل لقيت فيه 8 خدام وانا التاسع، ده برضو مش هيقلل من وظيفتي. مش بحس يعني ان وظيفتي الخدمة قليله. فيها أدوار كتير قوي، يعني زي ما قلت لك
ممكن أكون احتواء الولد جوه الفصل ده خدمة، أنا ما بقولش الكلمة لكن أنا محتوي ولد. ممكن أكون مساعدتي الولد تاني دي خدمة، ممكن أكون إن أنا أفرحهم وأوزع عليهم حاجة دي خدمة. الخدمة لا تحد بنشاط أو بمكان، لكن كل الأفعال التلقائية لو أنا بحب ربنا اللي هتخرج مني هي فعلا هي دي روح الخدمة الحقيقية. طب سؤال تاني، حضرتك طبعا يعني شفت كتير، يعني في بداية في نهاية الإعداد خدام في الحفلة التوزيع الشهادة والإنجيل، حضرتك بتلاقي العدد مهول، بتلاقي 50 60 أو أكتر، كلهم فرحانين بالشهادة وهنيجي وهنبدأ بداية حلوة. بتلاقي أول شهر كلهم بيجوا، تاني شهر العدد بيقل، تالت شهر العدد بيقل أكتر، يعني بيصفصفوا كده على 5 6. ده ايه السبب؟ ايه السبب الحماس اللي كان في البداية في الحفلة موجود وفي الآخر بعد مدة كده ما تلاقيش حماس ده خالص؟ ايه السبب اللخبطة دي؟ هقول لك على سببين لما قعدت فكرت في الحتة ديت. دي حاجة مهمة جدا واحنا بنواجهها كتير جدا في الخدمة. السبب الأولاني اللي أنا بشعر بيه هو فكرة الصدمة. يعني إيه الصدمة؟ يعني أنا ببقى نازل عندي توقعات معينة للخدمة، ولما بخش في الواقع بصطدم بالواقع واللي موجود فيه. ده فعلا بيبقى فيه آه توقعات كتيرة قوي، ان انا نازل انا هغير الكون أنا هكسر الدنيا قوي. أنا هغير الكنيسة بكرة. ده فعلا ده بيحصل كتير قوي، ده احساس الناس الشباب كتير قوي لما بينزلوا الخدمة، اللي مم. انا خلاص بقى انا مسكت الكون. الصدمة ديت محتاجة إن الواحد يقعد يفكر فيها كده مع نفسه، ويراجع فيها دايما في أمور الخدمة كلها. لازم أكون برجع لحد أكبر مني أو أرجع لأب اعترافي أتناقش معاه. أنا ممكن أنزل الخدمة أتصدم بين الخدام اللي أنا كنت شايفهم في شكل، هم طلعوا في حاجة تانية خالص. أنا متوقع إن أنا لما أخش أحضر الدرس فالولاد يقعدوا بقى ويسمعوني ويبقوا قاعدين كده يعني وهم مبسوطين قوي إن أنا بتكلم. أنا قاعد عمال أقول بس يا ولد اسكت يا بنت، هم مش عاوزين يسمعوني، ده أنا محضر كلام جامد جدا يعني. لما اجي مثلا اتكلم في اجتماع الخدام على افكار محتاجين ان احنا نطور الخدمه، لا الخدام يعني انت لسه نازل يعني. فالصدمه من الحاجات اللي بتخلي خدام كتير تعثر وتقع من بدري. عاوز افتكر معاك حكايه حلوه قوي اتذكرت في الكتاب المقدس في قضاة 6. الحكايه دي عن جدعون. جدعون ده كان واحد من قضاة بني اسرائيل، وجدعون دوت كان في وقت شعب بني إسرائيل مذلول بمعنى الكلمة من الأعداء بتوعه. وجدعون ده كان بيخدم خدمة غريبة قوي، إن هو كان بيحاول إن هو يوفر لهم الحنطة دي اللي هي القمح، علشان شعبه يقدر إن هو ياكل. جدعون ده كانت جواه أسئلة كتيرة جدا، يعني لما نيجي نفتح كده الإصحاح ونقراه كانت جواه أسئلة كتيرة قوي. تعالى أقرأ معاك أجزاء بسيطة قوي من الحاجات اللي كانت جوه جدعون. في جدعون 6 عدد 11 يقول كده: وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباءنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. هو لما بقرا الجزء ده بفكر هو الواحد وهو جواه إحباطات ممكن يكمل خدمة؟ الحقيقة جدعون بيرد عليا ويقول لي أيوه، بس في حاجة مهمة جدا خلت جدعون يكمل خدمة برغم الإحباطات وبرغم الصدمات اللي كانت جواه. الحاجة دي الملاك قالها له في بداية كلامه، قال له: الرب معك يا جبار البأس. يعني ايه جبار البأس؟ يعني هو عارف ان انا جاي بتكلم مع واحد قوي جدا في علاقته بربنا. فلو انا ماشي في حياتي مع ربنا وعلاقتي بربنا فعلا ثابتة وعلاقتي بربنا فعلا قوية وفي محبة حقيقية، هخدم برغم الإحباطات، هخدم برغم ان انا مش مقتنع، هقدم محبة،
هقدم بذل، كل دوت لان انا بحب ربنا، فانا مكمل في الطريق. حتى لو انا شايف ان الناس اللي حواليا كلها، ممكن ابقى شايف الناس كلها حواليا بتتكلم كلام مش مظبوط. بس دي حاجة صعبة الصراحة دي حاجه يعني. صعبه، دي حاجه ده صعبه. ده, ده عايزة واحد يكون فعلا قوي، يعني ان هو يقدر يكمل. ما هو الخدمه محتاجه واحد جبار بأس. واخد بالك الكلمه دي آه، مش عاوزين نحس ان هي كلمه كبيره قوي، لكن بقدر محبتك لربنا هتكمل. انا مش هسيب ولادي، انا مش هسيب خدمتي برغم احباطات كتيره بتواجهني. دي الحاجه التانية اللي بتخلي ناس كتيره جدا ما تكملش في الخدمه او تقع بسرعه، ودي حاجه مهمه قوي حقيقه احنا بنشوفها. اوقات لما الواحد بيجي يخدم بيبدا خدمه بس هو مش ماشي في طريقه مع ربنا، فالحماس اللي موجود جواه هو من مخزون عاطفي للخدمه، والمخزون العاطفي ده بعد فتره نلاقيه يقعد ينزل تدريجيا ينزل تدريجيا، وخاصة مع الإحباطات. يعني ما هو الشيطان عمره تتمحي ما بقى. هيسيبنا، الشيطان عمره ما هيسيبنا. فالإحباطات هتلاقيها دايما موجودة، وأنا حماسي عمال يقل، هاجي في وقت أبقى فضيت، فاضي. مش عارف لا أخدم ولا أتكلم. ولما نيجي نتكلم مع الخادم ده يقول لك إن هو مشغول، أصل بقى عندي ظروف مختلفة، أصل بقى عندي شغل مختلف، أصل بقت عندي حاجات كتيرة قوي، ونقعد نلتمس أعذار كتير. لكن في الحقيقة هو إن المخزون اللي جوايا، المخزون ده فضي. وعاوز أرجع برضو أقرأ جزء من رسالة القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى، الإصحاح الثالث، عدد 11. هي يقول إيه بقى؟ فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ده أساسنا في الخدمة. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهب، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه. يعني إيه؟ يعني في واحد تلاقيه بيقدم في خدمته قش، فالقش دوت لما يخش النار يحصل ايه؟ يتحرق، بيتحرق طبيعي. صح؟ وفي واحد يقدم في خدمته حاجة أعلى شوية من القش، خشب. الخشب لما يخش النار هو بياخد وقت عشان ياخد وقت يتحرق. ويتحرق. لكن اللي يقدر إن هو يكمل، اللي فعلا خدمته ذهب، واللي كلامه فعلا لما بيقوله زي ما احنا قلنا في الأول هو كلام حقيقي، هو خادم حقيقي، تصرفاته نابعة عن حب، فبيقدم محبة لربنا، فالمحبة دي بتظهر في أي حاجة هو بيعملها. هو ساعات يعني ممكن هو عايز يعمل كذا، بس الطريق مقفول قدامه، يقولوا لا انت مش هتعمل ده، انت لازم تعمل كده. هو مش عايز يغير في الخدمة، بس هو عايز يغير، يعني يعملها بطريقة مختلفة. هل ده يعني تفكير غلط لا، مش بالنسبة له؟ غلط، مش غلط. مهم قوي إن أنا أكون بتكلم، بعبر عن رأيي. مهم قوي إن أنا أكون باخد رأي أب اعترافي أو مرشد ليا كبير، عشان أقدر أفلتر كل الأفكار وكل المشاعر اللي جوايا. ومهم قوي في الآخر إني أكون بخضع للحاجة اللي بتتعمل، لأن لو أنا حسيت إن اللي حتى أنا لو هي بعمله، عكس تفكيري أنا. حتى لو هي عكس تفكيري، لأن ده معناه إن أنا شايف إن أنا فاهم كل حاجة، ده معناه إن أنا شايف إن أنا جامد جدا. وفي الحقيقة ده في الخدمة ما بيمشيش. ده في الخدمة زي ما قلنا كده بيبقى قش، والقش بيتحرق بسرعة. مم. لكن الخادم اللي ياخد خطوة لورا، واللي يقدم إخواته في المحبة، هو ده الخادم اللي يكون خادم الحقيقي. وخد بالك من حاجة، الخدمة عمرها ما هتتأثر بمؤتمر احنا هنطلعه في العبور أو في اسكندرية. الخدمة عمرها ما هتتأثر احنا هنجيب هدية العيد تلفزيون ولا أي حاجة تانية. الخدمة هتتأثر فعلا لما أولادنا يشوفوا الخدام دولت خدام حقيقيين وبيحبوا بعض ولا لأ. مم. كتير قوي من ولادنا يشوفوا، ودي تبقى عثرة كبيرة جدا، إن الخدام بيتكلموا على بعض، إن الخدام ممكن يكون بيشتكوا على أخوهم الخادم. ده دي ده عثرة فعلا دي عثرة كبيرة جدا للخدمة.
دي عثرة كبيرة جدا للخدمة. كل الأمور الإدارية اللي موجودة في الخدمة بالنسبة لنا هي من آخر الحاجات اللي احنا ممكن نفكر فيها. الأساس بالنسبة لنا في الخدمة هو إن احنا نكون بنقدم بعض وبنحب بعض. لو احنا قادرين إن احنا نعمل دوت، أي حاجة تانية هتتحل، وأي حاجة هنعملها لأولادنا هتبقى حاجة مفرحة وحاجة بنقدم فيها ربنا. الخدمة مشتركة مش مشتركة، المعسكر هنطلعوا يوم ولا يومين، احنا اوقات كنت بسمع مشاكل، احنا لما نروح المؤتمر هنتغدى نص فرخة ولا ربع دي فرخة. بتعمل مشكلة. حاجات كتيرة جدا، حاجات كتيرة الخدام بتاخد مجهود ان هي تفكر فيها، ومش هي دي الاساس بتاع الخدمة. في حاجة أقوى، في حاجة قيمة أكتر من الكلام ده، لأ في هدف تاني ده لازم أهتم بيه أكتر. في هدف اسمى من كده احنا موجودين علشانه. في هدف اسمى من كده احنا موجودين علشانه، لان في وسط ما احنا بنتخانق مع بعض وبنختلف مع بعض وبنسيب اوقات الخدمة علشان احنا مش مقتنعين باللي بيحصل، في شباب كتيرة قوي مستنية حد يروح يخبط على بابها. أنا بصراحة شايف إن أقوى مثال يعني مثال جدعون. يعني جدعون كان الدنيا كلها ضده بس هو كمل. فدي حاجة فعلا يا ريتنا نبقى كلنا جدعون يعني. ايوه، خد بالك ان الموقف بتاع جدعون ده بيقول انا زعلان من ربنا بس هكمل في الطريق. انا مش فاهم، انا مش عارف هو ليه بيعمل كده، انا الكلام اللي اتقال لي عنه غير الكلام اللي احنا بنشوفه، بس عشان بحبك انا واثق فيك وهكمل معاك للاخر. في الحقيقة يعني مثال جدعون مثال قوي جدا، وأنا يعني فعلا جدعون حياته شبه حياتنا دلوقتي وحياتنا في الخدمة، فمثال قوي جدا ونتعلم منه حاجات كتير. طب في بعض الشباب بيدخلوا عادات خدام علشان يعني مش هدفه الخدمة بس، لا هو حاسس ان هو مش متشاف في حياته العادية اللي هو التعليمية الأسرية الأصدقاء، حاسس ان هو مش متشاف، ان هو قليل، فبيدخل عيادات خدام علشان يلاقي نفسه. فحضرتك الشعور ده ايه او الاحساس اللي بيجيله ده ايه؟ بص، احنا كلنا بشر ولينا احتياجات. مش عيب ان وانا في الخدمة ابقى محتاج ان حد يكون بيفرحني بكلمة، ان حد يكون بيشكرني، ان اشعر ان انا بقدم قيمة حقيقية لولادي، مش عيب. لكن المشكلة هو ان انا احصر تفكيري هو ان انا نازل الخدمة علشان اخد الحاجة دي بس، هي دي المشكلة الحقيقية. فإنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 20 عدد 10، التلاميذ لما جم وهم فرحانين إن الشياطين بتخضع ليهم وإن هي باسم ربنا بيخرجوا شياطين، فالمسيح رد عليهم قال لهم إيه؟ لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، لكن افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في ملكوت السماوات. وهي دي الحاجة الحقيقية. أنا فرحان علشان الناس بتسقف لي، ولا فرحان علشان الناس بتقول عليا ان انا اعظم خادم؟ فرحان ان الناس بتقول عليا ان انا اشطر واحد بيعرف ان هو يجيب الولاد واللي الولاد بتحبه؟ ولا انا فرحان فعلا لان انا قدمت حاجة حلوة قوي لربنا وربنا شايفها ومبسوط بيها؟ هو ده اللي لازم اسأله لنفسي ولازم افكر فيه كتير قوي خلال حياتنا في الخدمة، وخاصة خلال فترة الصيف، لان اكتر وقت الخادم ممكن هو يحتك بيه في ولاده وقت الصيف في الأنشطة. العدد بيبقى نخرج اكتر مع بعض بكتير في الشتاء. نخرج مع بعض ونتكلم ونتعرف، والولاد تحبني وما تحبش خادم تاني، وتحب ان هي تخرج معايا وتحب ان هي تيجي تتكلم معايا. هل انا شايف ان انا اجمد واحد في الدنيا؟ هل انا فرحان بده؟ انا فرحان الولاد بتجيلي وما بتجيش لخادم تاني؟ ولا انا فرحان ان فعلا انا بعمل عمل حقيقي يفرح قلب ربنا؟ يعني انا مش رايح اعداد خدام او مش نازل الخدمه عشان اعوض حاجه ناقصاني، لا انا نازل عشان هدف ان انا اسعد الاطفال، مش عشان اعوض نفسي او اكمل نفسي. بس هو الموضوع محتاج حكمة وتوازن، ومحتاج دايما مصارحة بيني وبين نفسي وبيني وبين قلب اعترافي. يعني ايه حكمة وتوازن؟ يعني زي ما قلت لك، مش عيب ان انا وانا راجع النهاردة الناس لما شكرتني انا فعلا حسيت ان انا عملت خدمة نفعت الناس،
لكن أنا رايح علشان ده لوحده؟ هو ده السؤال اللي لازم أسأله لنفسي، إمم. وهي دي الوقفة اللي أنا لازم أقفها. إحنا جايين علشان نقدم المحبة ونفرح ولاد ربنا، ولا أنا جاي علشان آخد مجد وأروح؟ أنا شايف أقوى سلاح بيواجه الخادم إن الشيطان يلعب في دماغه الغرور، إن هو يتغر في نفسه، فطبعًا ده شعور خاطئ، يعني أنا ما أفرحش بعدد الأطفال أو بعدد الناس اللي بتحبني، لأ، ممكن ولد واحد يحبني فده رسالة كبيرة يعني عمل أيوه. كبير. بس عاوز أقول لك على حاجة مهمة جدًا، إمم. إن إحنا دايمًا بنكتفي إن إحنا اتخرّجنا من إعداد خُدّام وبقينا خُدّام ونزلنا الخدمة وابتدينا إن إحنا نجري جوّه عجلة الخدمة. الأهم من إن أنا أكون خادم هو إن أنا أكون تلميذ، وأفضل تلميذ لحد آخر يوم في حياتي. وهي دي المشكلة الكبيرة أوي، إن الخادم لمّا بينزل أنا خلاص أخدت الشهادة وبقيت باتوزّع كل سنة. خلاص بقى ما فيش حد قدّي ما فيش حد بقى، تاني، ما فيش حد ما هيقول لي، ما اتعلّمش خلاص، فيش أنا حد كده هيقول لي ما خدت تخشش التعليم الكنيسة. كلّه بقى، ما ما حدش يعلّمني تاني بقى. حدش هيقول لي أنت ما تخشش الكنيسة أو أنت مش هتخدم السنة دي. إمم. ودي مشكلة كبيرة أوي. الخادم لازم يتعلم، ولازم يكون تلميذ، ولازم يقعد ويسمع، ولازم يطوّر كمان من مهاراته، دي حاجة مهمة جدًا. ولازم طول ما هو في الطريق يكون بيقدّم توبة ويقدّم اعتراف دايمًا عن الخطايا اللي هو بيعملها. لو الخادم مشي في حياته مع ربنا بالشكل دوّة، ما فيش مشكلة إن أنا وأنا باخدم أبقى شوية يعني عندي عيب معيّن أو عندي حاجة معيّنة، مش مهم، كمّل خدمة. لإن يعني عمرنا ما هنوصل لمرحلة إن إحنا نكون كاملين في كل شيء فنخدم. فما فيش مشكلة إن أنا أحس إن أنا عندي نُقط ضعف معيّنة، لكن الأهم هو إن أنا مكمّل في طريقي مع ربنا، تلميذ باتعلّم، والّا أنا وقفت عند النقطة ديّة لإن أنا بقيت شايف نَفْسي إن أنا مش محتاج إن أنا أعمل ده. شكرًا لحضرتك جدًا، دي كانت نهاية أسئلتنا، بس حضرتك فعلًا صحّحت مفاهيم كتيرة أوي، بنشكر حضرتك مرّة تانية. شكرًا ليك. دي نهاية حلقتنا، بس مش نهاية سلسلتنا ما وراء إكسودوس. ما تنسوش الاشتراك أو التعليقات، أي أسئلة تقدروا تسألوها هنجاوب عليها، ونشوفكم في حلقات تانية ما وراء إكسودوس، وشكرًا.